يعني أتصور أنه هذا النص بالتحديد يعالج أو يتناول ما وقع من الأحداث في مصر وفي العالم العربي أو في بلاد الربيع العربي أو في الأرض العربية من بورتينين إلى رأس الحرب. القضية أخطر مما يمكن تصور أنها تطرح في القصيدة، لكن موقف بإزاء الأحداث. عابر سبيل. يا أخي، تعرف ما دفعت كي أروي لكم أشعاري. هربت من صغار، حشرت أمنياتهم أوقفتها بداري. رسمتهم على المدى منطلقا أردد ابتسامة خضراء في شفاههم يعيدها الصبا إذا أوغلت في أسفاق. دفعت ما دفعت من وجد إلى وطني. بكيت عند كل مرفأ لدى مكاتب الجواز كي تسمح بالعبور. من بلد لبلد أحمل ما يفور من غضبي، أحمل ما أحمل من بغضي، ألقي به في البحر ربما يثور. لربما والماء أصل هذه الحياة، لربما تحملنا السفينة الطهور. دفعت ما دفعت في انتظار، لعل في الأفق البعيد طائرا يردنا لمدن نعرفها، لمدن تضيء بالخضار. دفعت ما دفعت، لا لم يثر البحر ولا لم ألق في السماء سوى أعمدة من الدخان. تعرف ما دفعت؟ ها أنا أعود لا أرى الصغار، وانسدلت على المدى ستار. ووطني لما يزل مكبلا بالحقد. تعرف ما دفعت يا أخي؟ فنم، نم آكلا طعامي، نم سارقا ضوئي. أنا من بلد لبلد أحمل ما يفور من غضبي، أحمل ما أحمل من بغضي كعابر السبيل. الله.